السؤال ده لا انا ولا حد في الاكونت مانجرز بتوع الفيس او الانستجرام بنعرف نرد عليه. ليه؟ لانه في حاجة اسمها امانة علمية. 30 كيلو، هل الكبسولة يا دكتور هتخسسني 30 كيلو؟ ومن غير الكبسولة برضو والتكميم والتكميم الجراحي اوكي، ودايت من غير اي ادوية اوكي، كل ده يقدر يخسك 30 كيلو واكتر. بس انا جربت قبل كده وميزو وعملت ولفيت يبقى ما تشخصتش. مفيش حد ما بيخسش يا جماعة. الفرق بين حد وحد هو ايه؟ ده هنستخدم له ايه؟ ده هنساعده ازاي؟ دي هتعمل سمارت كبسول علشان ايه؟ هنفهمها ولا لا؟ هنتابعها بعد كده ولا لا؟ هي بتغير المايند سيت بتاعها ولا ما بيتغيرش؟ بتعرف حالتها محتاجة ايه وتتعامل معاها ازاي ولا لا؟ هو ده الطب. تشخيص، تحليل، متابعة، علاج امين. ما بنعالجش بالوهم. فمفيش حد هيرسلنا ويقول انا عايز اخس 20 كيلو، هتقدروا ولا لا؟ لما نشوفك، لما نشخصك.